الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد معانا هنعمل مع بعض النهاردة فرخة محشية كده جميلة، نحشيها رز ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين كده ده بيبقى شكلها معانا من غير ما تكون بقى مهرية ولا متقطعة ولا فيها اي حاجة خالص. نبدأ نعمل مكوناتنا ونشوف الفرخة طلعت كده ازاي. ببدأ ان انا اجيب فرخة كبيرة كده شوية، وبعدين بحاول على قد ما اقدر ان انا احافظ على الجلد بتاعي. بفتح بس ما بين الصدر كده والجلد اللي فوقيه دوت بحتت بسيطة جدا. ما حاولش ان انا اهري الفرخة خالص ولا اهري جلدها، واحافظ على الجلد بتاعها. بفتح كده من عند الرقبة كمان حاجات بسيطة خالص جدا. طبعا بكون غسلاها كويس قوي ونقعيها ومش بخلي فيها اي ريحة زفارة خالص. وده كده بيبقى الفرخة بتاعتنا معانا. هجيب بقى انا في طبق هحط فيه معلقتين صلصة بالشكل دوت كده. طبق احط فيه هعمل فيه تتبيلة معلقتين صلصة او 3، واحط عليهم معلقة ملح، واحط كمان معلقة كمون ومعلقة فلفل اسمر وكزبرة ناشفة وبصل بودر وتوم بودر وزعتر وشوية زيت كده، معلقة من الزيت مش كتير. وببدأ ان انا اقلبهم كلهم في بعض. بعد ما بحط التتبيلة دي هتبقى التتبيلة بتاعتي بتاعت الفرخة اللي انا هتبل بيها الفرخة دلوقتي. بحطهم كلهم كده على بعض على الصلصة علشان اقلبهم وادهب بيها الفرخة بتاعتي. انا كده حطيت معلقة زيت، معلقة واحدة بس مش كتير. وبعدين بديهم تقليبة كده في بعض. اهو ده كده شكل التتبيلة بتاعتي، بصوا عاملة ازاي. عايزة اقولكوا ريحتها حلوة جدا، وبتدي بقى للفرخة كمان طعم جميل جدا. انا معايا الفرخة بتاعتي وكمان الرز بتاعي انا عملته ازاي. حطيت معلقة سمنة شوحت فيها كوباية رز او كوبايتين رز مش كتير، رز ابيض. وبعدين سقيته بالشوربة او بالمية على حسب ما تحبوا، وحطيت عليه معلقة ملح. وبعد ما استوى خلاص انا بجيب الفرخة بتاعتي بقى، وطبعا بكون مشغلة الفرن على درجة 240. انا هشغل فرني على 240 واسيبها كده. وبعدين بجيب الفرخة بتاعتي بقطعها من حتة كده من ورا من تحت علشان اعرف ادخل الرجل بتاعتها. بعدين بقى بجيب الرز وببدأ ان انا احشي بيه الفرخة بتاعتي. بدخل كده الاول من جوه الفرخة بتاعتي من جوه كده، بدخل الاول وبزق بقى. اهم حاجة بس ان احنا ما نكترش في الرز علشان الفرخة بتاعتنا ما تفرقعش ولا حاجة. انا حشيتها من جوه، اديتها معلقتين رز بس من جوه. وبعدين بقى حطيت بين الجلد كده وبين الفرخة بتاعتي الرز. بصوا حاجات بسيطة مش كتير. وببدأ ان انا اوزعه علشان ما يكونش مثلا كله في حتة واحدة فالفرخة تفرقع مني وتبوظ وشكلها يبقى وحش. لا، انا بحاول ان انا اخلي الفرخة بتاعتي يكون شكلها حلو. بصوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي. ببدأ ان اجيب الرز كده بسويه وبخليه مفرود على قد ما اقدر. ما خدتش مننا رز كتير زي ما قلتلكوا علشان ما تفرقعش مننا. انا بس مش حابة ان هي تفرقع او يجي يكون شكلها وحش. بحط الرز كده وبفرده، بصوا بفرده خالص، مفيش حتة مكلكعة مني خالص او زيادة. خلاص كفاية كده بقى. انا اتأكدت دلوقتي ان الفرخة بتاعتي كويسة كده. حشوة الرز اللي انا حشيها ديت تمام كده معايا، انا راضية عنها. هبدأ ان انا اقفلها بقى. بصوا بكل سهولة جدا بجيب رجل الفرخة كده من تحت، الدبوس بتاعها اخر حتة فيه بدخلها في الحتة اللي انا فتحتها من تحت. وبعدين بدخل الرجل التانية
هي بس بتزفلت شوية. بدخلهم كده في بعض وبعدين بتتقفل معايا بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. بصوا هي كده خلاص قفلت. بتأكد بس ان هي خلاص قافلة معايا ومش هتفك مني ان شاء الله، مش هتفك. خلاص كده انا قفلت الفرخة. هبدأ ان انا اجيب التتبيلة بتاعتي اللي انا عملتها. بصوا ببدأ ان انا اجيبها وادهن بيها الفرخة بالشكل دوت علشان تاخد معايا لون وطعم طبعا لما تتحمر معايا وندخلها الفرن. ببدأ ان انا اجيب التتبيلة بتاعتي واوزعها على الفرخة كلها داير ما يدور الناحية دي والاتجاه التاني كمان عشان تشرب التتبيلة وتدي معايا طعم ولون حلوين جدا. بجيب الصينية بحط فيها الفرخة بقلبها على الناحية التانية علشان ابدأ ادهنها معايا كده بالخلطة بتاعتي اللي انا عاملاها او التتبيلة ديت، عشان ابقى اتأكدت كده ان التتبيلة بتاعتي من بره ومن جوه، وابقى مطمنة ان كل الفرخة بتاعتي دخل فيها التتبيلة. خلاص بعد ما اتأكدت ان انا حطيتها من ورا ودهنتها ببدأ اجيب بقى ان انا اقلبها الناحية التانية تاني وبحط باقي التتبيلة بتاعتي عشان شكلها معايا يبقى كويس. اهو حطيت بقى كل التتبيلة كده اللي معايا، بدأت ان انا افردها على الفرخة كلها. بعدين كده اكون انا خلصت وادخلها على درجة حرارة 240 زي ما قلتلكم، واكون مسخنة الفرن كمان من قبلها. هي قعدت في الفرن خدت مني ساعة وربع ما شاء الله. بصوا بقى شكلها عامل ازاي بعد ما خرجت. ده كده كان شكلها معايا وكانت مستوية جدا جدا الحمد لله. يعني جربوها بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم من غير ما تسووها ولا حاجة، واتمنى الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.